السلام عليكم ورحمة الله. مساء الفل، مساء الجمال، مساء كل حاجة حلوة على مشتركين قناة كوتو آدم. النهاردة إن شاء الله فيديو عن النش بس مختلف شوية. يعني إيه مختلف شوية؟ الأول كنت بفتح ل 23 واحدة وبعد كده بتني والقصة دي. النهاردة غيرت النظام، قلت أدي بقى الحمام ده لأن أنا مش هفضل بقى رايح وجاي لوحدي. قلت أدي بقى الحمام ده مشوار كلهم في قلب بعضهم كده، اللي هم إيه، نشوفهم كده. فتحنا لكام واحدة؟ 2 4 6 8 10 12 13 13 و6 19 19 و2 21 وادي 5 26 26 و2 28 30 32 34 35 35 وادي هم 4 39 فردة حمام. نشوف الكلام النهارده هيبقى ايه. النهارده احنا مش هنتمتع منهم اللي هم هيمشوا، لان دولت اول مره كده يتفتحوا في قلب بعضهم. طب انت عملت كده ليه؟ الحام اللي هو التاني اللي انا زودته ده، الحام ده مقفل الصمايم كده بقاله بتاع شهر ونص، فالحام ده ظلمت يعتبر. فقلت الجو لسه كاشف، يعني احنا دلوقتي الساعه بتاع 5 عبال ما المغرب بيدن 6 وكده، فالحمام ده يتصنع في قلب بعضه ويمسك العالي كده بحيث ان هما يكلبشوا بعض. طيب عملت النقطة دي ليه؟ عملت النقطة دي لأن الحمام اللي أنا برميه أو الحمام اللي هو بيجري، الحمام ده دلوقتي خضرم، فهم بقى، يعرف يروح وياخد ويقطع، فاهم هو بيعمل ايه. لما اصنع فيهم حمام واخليهم اللي هم ياخدوا، بينبهوا الحمام في قلب بعضهم بحيث ان انت يحفظوا بعضهم الحمام ده كويس قوي. وبعد ما يحفظوا بعضهم الحمام ده، ممكن اللي انا افتح له كلهم كتف واحد بس يكونوا حفظوا الدوره وحفظوا بعضهم اكتر، بحيث اللي هو الكبير يفهم الصغير. ده الفرق اللي انت مثلا بتصنع حمام في حمام، او بتنبه حمام في وسط حمام، اللي انت تحط اللي هم شويه قليلين صغيرين في وسط الحمام الكبير اللي هو بيجري. لكن ما ينفعش اللي انا احط عدد كبير من الصغيرين واحط عدد قليل من الحمام اللي هو بيجري، فعشان خاطر الحمام اللي بيجري ده هياخد الحمام ويمشي. لا، انا بحط شويه فيهم قليلين بحيث اللي هم يحفظوهم المشوار، ما يضيعوش الحمام كله. لا، انا النهارده لو كده هديهم مجهودهم، اللي هو مجهود قد ايه؟ بسيبهم المجهود بتاعهم اللي هو مثلا عبل ما بيجي يحطوا بياخدوا لهم ساعه، عبل ما بتني القصه دي اشوف مشوارهم ايه. وكده كده انا مش هنزلهم خالص، هنشوف الشوارع بتاعتهم انت فاهم ثابته ايه، وهنسيبهم كده شغالين. حتى لو ما مشيوش خليهم نفسهم يطول، خليهم اللي هم يشتغلوا وهم في العالي، لان الحمام ده انا بفتح له متاخر. اللي هو ايه متاخر؟ هيطلعوا يركبوا شويه وبعد كده بينزلوا. لا، انا فاتح لهم
ميعاد الحمام الكبير اللي انا بفتحه يزودوا نفس الحمام ده، بدل ما هو بيطير ربع ساعه وبيطير نص ساعه، لا انا هخليك تطير انت فاهم النهارده يا عم. مش هضغط عليك جامد ولا احمل عليك، مش هديك الساعه واديك الساعه وربع اللي الحمام التاني ده بيطيرها، لا انا هديك مثلا انت بتطير ربع ساعه هخليها لك تلت ساعه، بتطير نص ساعه هخليها مثلا 35 دقيقه، بتطير 35 دقيقه هخليها مثلا، هزود كل يوم كده بحيث الحمام ده صدره يوسع، بحيث اللي نفسه يطول. ادي اهو زي ما انتم شايفين الحمام. هنشوف الكلام ونرجع لكم. الكابتن محمد سعيد فتح اهو، فتح ادي اهو الحمام اهو لسه بيطلع، وادي حمامنا اهو. الحمام ده يا جدعان برضه في اول فيديو لو خدت بالك في حمام سقط كده اهو الناحيه دي، الحمام ده كان واخد معاه الشويه اللي بياخدوا ورا العماره العاليه دي، في شويه بياخدوا معايا، فهم كانوا واخدين معاهم سقطوا الحمام ده. لسه الكابتن محمد سعيد فتح، وادي حمامنا اهو على العماره. هنسخنهم ونشوف الكلام ونرجع لكم. ادي الحمام اهو وحمام الكابتن سعيد اهو في العالي، كان فيهم شويتين طيارين ماسكين العالي، دلوقتي الكابتن محمد سعيد بيدور الحمامتين بتوعه بيدوروا عليهم. طب انت مش خايف الحمام ده ياخدوا بعضهم ويمشوا؟ استحاله هيمشوا من اول يوم، لازم الحمام ده يتدرب في قلب بعضه شويه كده عبال ما يحفظوا المشوار او يحفظوا بعضهم. النهارده يمشي خطوتين، بكره يزيد معاهم الخطوتين، بحيث اللي هو الحمام يكون كلبش عضم في بعضه حفظ بعضه اكتر. لكن النهارده استحاله اللي هم يمشوا من المنطقه عنده. طب مش خايف حد يجي ياخد في الحمام ده؟ عادي، احنا عاملينهم عشان خاطر الحمام يتجرد، احنا مش عاملين كترة حمام وخلاص اللي هو الحمام تبقى مبوب عليه وتيجي اول مرة تفتح للحمام ده الحمام ياخد بعضه ويمشي، تلاقي حمام كتير ينقص منهم وما يجيش حمام. لا انت لازما اللي انت تجمد قلبك، انت فاهم، ما تخافش من حاجة، ادام انت ماشي اصول ومدي الحمام ده مجهوده ومدي الحمام ده حقه، انت فاهم، ما تقلقش من اي حاجة. خلي الحمام انت فاهم ايه، قلبك من قلب الحمام اللي عندك. يعني ايه قلبك من قلب الحمام اللي عندك؟ قلبك جامد الحمام بتاعك هيطلع جامد. خايف وجبان الحمام هيطلع خايف وجبان. يعني ايه خايف وجبان؟ يعني الحمام انت بتبقى خايف عليه قوي وجبان اللي انت في نفس الوقت اللي انت خايف تقدم حمام، هتلاقي الحمام معاك خيبه لانك انت معوده، لان هي طبيعه الحمام يا جدعان من تربيه صاحبه. انا ما بخافش على فرد الحمام، هتلاقي الحمام انت فاهمني ازاي يصدق معاك هيتضرب منهم، مش هقول لك مش هيتضرب منهم، بس كده كده ما تفضلش تخدم في حمام عمال على بطال وانت ما تعرفش سكتهم ايه، جامدين خايبين الكلام ده. لازما انت بتعمل حمام لازما الحمام يتجرد، لازما الحمام يمشي، لازما تشوف الجامد، لازما تشوف الضعيف، بحيث اللي انت افرض مثلا زودت الحمام ده فوق راسك، واحد جه خطف منك الحمام ومشي، طب هتعرف فرد الحمام منين؟ ما اول مره يمشي السكه دي، فهتلاقيه اللي هو غصب عنه هيتضرب منك. لكن انا لازم اجمد الحمام بتاعي واحده بواحده كده، انت فاهم، هو مش جهجهون وخلاص، دي اصول غوايه، دي اصول نش. الفكره اللي انا بديك المعلومات دي بحيث اللي انت تمشي اصول على الغوايه اللي احنا اتربينا عليهم، ملناش دعوه باللي احنا بنشوفه اليومين دول كله طالع، انت فاهم، بياخد الحمام وينزل بيه. القصه دي ما تشغلش دماغك باللي حواليك، خد الاصول اللي احنا متعودين عليهم. في ناس كتير غواي حمام فاهمين اصول يعني ايه نش، لكن سيبك من اللي هو طالع ده اليومين دول، خد ونام وامسك حمام. الجو ده يا جدعان مش ناس غاويه، دي ناس طالعه عشان خاطر اللي هي تخدم، يعني تجيب مثلا تمسك فرد حمام عشان خاطر تجيب كلفتهم والقصه دي. لكن اصول الحمام، الحمام يا باشا العين ما تراقيش، يعني العين ما ترقاش الحمام اللي انت منشه. الحمام لازم يمشي، الحمام لازم يحفظ مشاوير والقصه دي. ده كان فيديو كده النهارده، ان شاء الله تحياتي.
لمشتركين قناه كوتو ادم، تحياتي لاي حد روى حمام، تحياتي لاي حد بيتكلم في اصول الحمام بما يرضي الله. احلى مسا عليكم، وانتظرونا ان شاء الله من جديد لجديد. كان معكم كوتو ادم، والجديد زي ما احنا قلنا مش شديد، حديد.